انا افتكر اول مره قرات الجزئيه دي بالذات حتى انا اعملها هايلايت انا وقفت عندها شويه. يعني احنا بلدك في حرب اتهزمت، والحرب اللي بعدها استردت بقى يعني ايه وانتصرت في الحرب واسترجعت يعني ايه جزء من الكرامه والكلام الجميل ده. وهو في كلتا الحربين ما كانش مهتم او ما كانش متابع بالشكل اللي المفروض او الشكل اللي احنا مفكرين ان احنا المفروض نتابعه. يعني ده راجل دلوقتي كان بيحضر الدكتوراه، يعني هتسأل ازاي؟ يعني ازاي الراجل اهم حدثين في بلده ما يبقاش متابع ليهم وعارف ايه اللي بيحصل؟ والحقيقة انا زي ما قلت قعدت اعيد الكام جملة دول كذا مرة علشان استوعب الكلام. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، طب هو لو كان تابع كان هيفرق في ايه؟ الراجل ده ادرك ان افضل حاجة ممكن يعملها لبلده سواء المنهزمة او المنتصرة هو ان هو ينكب على مشروعه المعرفي ويطلع فعلا الموسوعة الرهيبة والكتابات الرائعة والمحاضرات الماتعة اللي عملها.